شويه طرق كده فيهم الخلاصه عشان تزود بيهم حرق الدهون. اول حاجه تمارين الاوبليك، والميزه في التمرين ده مش انه بيشد عضلات البطن بقى وخلاص، لا ده بيشد الكور النص التحتاني وبيشد اغلب عضلات الجسم، تلاقي نفسك مشدود كده. فمع الوقت ده بيعلي الميتابوليزم وبيخلي الحرق بتاعك حلو قوي، وتبص تلاقي جسمك بيحرق دهون كويس. تاني حاجه بقى انك تعرض جسمك للميه الساقعه. ايوه زي ما سمعت كده، انك تعرض لجسمك للميه الساقعه ده من الحاجات المهمه اللي بتزود حاجه اسمها البراون فات او الدهون البنيه، ودي المسؤوله عن تقليل مقاومه الانسولين وحرق السكر والجلوكوز. والطريقه دي بتحسن جدا في تقليل الدهون وحرق الدهون وبتعلي الميتابوليزم جدا. الحاجه الثالثه بقى تمرينات التنفس، الاكسجين اللي بيخش جسمك وطريقه التنفس بتفرق جدا جدا في جسمك وحرق الدهون. رابع حاجه بقى انك تنام في اوضه ضلمه معتمه ما فيهاش ضوء خالص. الحاجه اللي بعد كده البكتيريا النافعه او البروبيوتيك، دي من الحاجات المهمه جدا جدا انك تحافظ عليها، بتحسن الهضم قوي وبتعلي الميتابوليزم وحرق الدهون جدا. في النهايه كل اللي انا قلته ده انت هتعمله كله، ولازم يكون معاه برنامج تغذيه مظبوط، تمارين مقاومه مظبوطه ماشيه معاك وماشيه مع حالتك وماشيه مع مشاكلك، تقدر تنضم معايا لاقوى منظومه تخسيس وانقاص وزن. اكتب لي في الكومنتات كلمه تحدي التخسيس عشان ابعت لك تفاصيل وطريقه الاشتراك.